نرحب بأمين السبتي معنا مباشرة من أمام مقر إقامة المنتخب المغربي هنا في الدوحة. أمين بك معنا، مساء الخير. لتوه المنتخب المغربي أنهى مباراته الودية الأخيرة في الشارقة بالإمارات منتصرا بثلاثية أمام منتخب جورجيا. أي أثر معنوي سيكون لهذا الانتصار، خصوصا أنه اقترن بأداء مميز؟ بالفعل أهلا بك يوسف وبك نيرفانا وبكل مشاهدي قنوات بي إن سبورتس. انتصار معنوي مهم قبل أن يدخل المنتخب المغربي الرسميات. نعلم جميعا أن المنتخب المغربي في السابق كان دائما ما يلعب جيدا على مستوى المباريات الودية. اليوم مطالب بأن يكون أكثر قوة، أكثر تركيز في القادم من المباريات. نعلم أن هذا الانتصار جاء على منتخب جورجيا الذي يحتل المركز 82 على مستوى تصنيف المنتخبات عالميا، بينما المنتخب المغربي سيواجه الثاني عالميا بلجيكا، الرابع عشر أو الثاني عشر إن لم تخن الذاكرة منتخب كرواتيا، والحادي والأربعين منتخب كندا. وبالتالي من المطالب أن يكون المنتخب المغربي جاهزا، أن تبقى الأرجل فوق الأرض كما يقال، رغم هذا الانتصار ورغم ما شاهده من فنيات وإمكانيات للاعبي المنتخب المغربي. وليد الركراكي حاول أن يعطي دقائق لعب لمختلف اللاعبين. شاهدناه أشرك عطية الله على مستوى اليسار وأبقى مزراوي في دكة البدلاء وأشركه في الشوط الثاني. أعطى أيضا الفرصة لحمد الله في الشوط الثاني الذي كان مطلبا جماهيريا بالنسبة للجماهير المغربية. بالتالي هذه المباراة الصحيح أعطت مؤشرات جيدة، حتى المباراة الأولى والثانية التي خاضهما وليد الركراكي قدم فيهما المنتخب المغربي أداء جيدا، لكن الأهم هو الدخول بصورة جيدة وبطريقة ممتازة في بطولة كأس العالم. وهذا يتأتى بطبيعة الحال بتقديم أداء جيد وخصوصا نتيجة جيدة أمام المنتخب الكرواتي يوم 23. أمين، وكان هناك تفكير من المدرب وليد الركراكي في الواقع في كأس العالم، أي نعم، ولكن أيضا فيما بعد كأس العالم لربما منادته على أنس الزروري وهو لاعب شاب لكي يعوض المصاب أمين حارث، لربما رسالة لأن هذا المدرب يريد أن يشتغل الآن، ولكن يفكر كذلك فيما بعد بإشراكه للافيف من اللاعبين الشباب. بالفعل يوسف، يقال إن المستقبل يرسم باكرا، ووليد الركراكي قالها منذ البداية منذ تعيينه، قال سنعمل على تقديم أداء مشرف في كأس العالم، لكن سنعمل على خطة واستراتيجية بعيدة المدى. أنس الزروري كما يعلم الجميع كان مطلبا ملحا لمدرب المنتخب البلجيكي الذي أراده ضمن المنتخب يقدم أداء جيد في دوري الشامبيونشيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزية رفقة بيرنلي، الذي جاء له في أغسطس من هذه السنة وأصبح النجم الأول والهداف الكبير لهذا الفريق. لعب 19 مباراة في جميع المسابقات، سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين. وبالتالي هذه الأرقام توضح الموهبة الخارقة لهذا اللاعب الذي يمكن أن يقدم الإضافة للمنتخب المغربي، سواء في هذه الكأس العالم إن أتته الفرصة أم في قادم المسابقات. والمنتخب المغربي دائما ما كان له خزان كبير من اللاعبين، يحتاج فقط إلى أن يتم توحيدهم وخلق التجانس فيما بينهم، وهذا ما ينتظر وليد الركراكي الذي يعول عليه كثيرا خصوصا في هذه النقطة. أمين، سنكون معك تباعا لاحقا أكيد. نحن نتابع حافلة المنتخب المغربي من خلفك. يبدو أن المنتخب المغربي سيعود بعد ساعات إلى مقر إقامته في الدوحة. لكل حال شكرا لك لحد الآن، وسنتواصل لاحقا. شكرا لك.